للناس اللي ما تعرفنيش، انا ابراهيم شيكا لاعب النادي الزمالك السابق. جماعه صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ ازيكم؟ بصوا يا جماعة، انا معايا يعني واحد اسمه ابراهيم شيكا. الراجل دوت مريض يا جماعة بالكانسر، اللي هو مرض السرطان، اخطر مرض في العالم. اليوم اللي ما ياخدش فيه علاجه بيبقى بيتدمر نفسيا وصحيا وكل حاجة. حرام لما شاب زي دوت يبقى في ايد ناس ان هم يقدروا يساعدوه، لان الراجل دوت لعب في نادي الزمالك كتير، ودخلوكوا حاجات كتير، وخدتوا على حسه هدايا، وخدتوا على حسه شهرة، وخدتوا على حسه ده، وخدتوا على حسه ده، ان انتوا ما تقفوش جنبه. وانتوا اللي وعدتوه بكده، وانتوا اللي قلتوا له احنا هنقف جنبك، واي حاجة تحتاجها احنا معاك. ليه دلوقتي تسيبوه في نص الطريق؟ لا قادر يعمل اشاعات، ولا قادر يعمل تحاليل، ولا قادر يعمل اي حاجه. ليه انتوا بتعملوا كده؟ ليه يا جماعه بتعملوا كده؟ ده اللي بيربي لما اغذى كلب ما بيهونش عليه، لو تعب بياخده يجري بيه على الصيدليه ويطلع يجري بيه. انتوا بتعملوا كده ليه؟ بتعملوا كده ليه في بعضيكم؟ ليه ابراهيم شيكا ما ياخدش حقه؟ انا بناشد الريس، يا ريس اقف جنب ابراهيم شيكا. اقف جنب ابراهيم شيكا، مش عشان كان لاعب في الزمالك ولا لاعب في الاهلي ولا كده ولا كده. اي واحد في مصر محتاج علاج ومش قادر يجيبه، لازم الدولة تكون واقفة جنبه. علشان خاطر هيجيب منين؟ الدولة دي هي امه، هي الحضن الحنين ليه، هيجيب منين؟ يا جماعة احنا بنناشد الكل يقف مع ابراهيم شيكا، حتى لو بجنيه. حتى لو بجنيه الكل يقف مع ابراهيم شيكا لغاية لما يكمل علاجه. طالما في امل ان هو ياخد علاجه ويخف من المرض الملعون اللي هو جاب، اللي هو يعني شايله دوت. يا ريت لو كل واحد بجنيه يقدر ان هو يعمل حاجة لابراهيم شيكا ولغير ابراهيم شيكا. المرض ده وحش يا جماعة، يا جماعة المرض ده وحش. ربنا يسترها علينا وعلى أمة